ديال المستعجلات هم كيجيري مصحات خاصه، وعندنا مواطن كيعنف في الادويه حتى كتماري كيعيطوا الجمعيات ديال المجتمع المدني باش توزعها. جاوبني السيد الوزير. المواد التقنيه والسكانير وداك الشيء. احنا لا نقولوا لك على ان هذا السيد المدير اللي جا جديد للصحه انسان يلاه بادي، ونطلبوا منك السيد الوزير انكم تدعموه باش قد يمشي. بالنسبه للدكاتره اللي يجونا نبغوا السيد الوزير ينطى لهم تحفيز باش الدكاتره يقعدوا ويسكنوا هنا في هذه الجهه اللي هي بعيده. نبغوا هذا المندوب الله يجازيه ويكافيه بادل الجهد، يعني ما نقول بادل الجهد كبير وجهد كبير وراه شغال وخدام. وانظروا يا السيد الوزير انك تدعموا هذا السيد عنده غير على هذا اليوم. الله يطول عمرك. يعني هذا اللي نقول انا ماشي مشكل ولا الصحه اي ما نلقاو تخصصات لكن نقل الصحه شنو المشكل عندنا؟ تجي رومبيرونس كاين يا غير الكازبال ما كاين، خاصك شي تروح. حنا كمجتمع مدني خارج ما خصوش يكون خارج واحد القانون 18 ما عنديش حق ندير انا الاحسان العمومي، ولكن في نفس الوقت عندي حاله مستعجله. هذه النقطه الثانيه عندي شنو النقطه؟ انا اعترض بواحد ديك السفر لا حتى انايا برلمان ديالنا وانا في هذا واش عندي الوقت دابا السيد الوزير. خلوا عقل الوزير يمشي مع السيد الوالي على اصحابه. خلوا عقل الوزير يمشي. انا زيد داخله ومتأدب بان الناس ديال المرضى السرطان كيعانوا. فعلا المدير الجهوي جا دار معنا لقاءات وباغي يخدم معنا، وحنا كندعموا المدير الجهوي، ولكن انتم قوموا بواجب الله. ولكم الجهه ما خدامش انايا. لا ساعدونا، لا ساعدونا. خليني دابا نجاوب. شوف خلي نجاوب. ما يمكنليش نجاوب على بالنسبه للكومباني ميديكال. دابا انتم عارفين ان كاين مشكل ديال الموارد البشريه ياك؟ هادشي كله كيتعلق بالموارد البشريه. راه دابا حنايا في واحد الفتره انتقاليه اللي فيها واحد الاصلاح جوهري اللي عطاه صاحب الجلاله الانطلاقيه اللي الاكل ديالو غادي يبان التدرج على المدى المتوسط. اما دابا الا جيتي قلت لي عندي واحد النقص بعدا راه ما عنديش دابا نجيبو، ولكن كاينه واحد المواكبه. جا واحد المدير الجهوي، هذا المدير الجهوي راه عنده الدعم. اي حاجه خاصه يمكن له، انما راه كنقول لكم بان راه الحضور ديالي اليوم راه عنده مؤشر كبير. يعني راه عافاكم ما نكونوش عدميين، ما نكونوش بقى نجيو نهضر عندي مشكل هذه راه ما عنديش شوفوا شنو دار وشنو هما النواقص وغنتغلبوا على النواقص. راه يد وحده ما كتصفى الا تعاوننا كاملين. الامراض ديال السرطان راه اليوم الحمد لله هذه الجهه هذه نعم عليها صاحب الجلاله باش تبنى لها مركز استشفائي جامعي مؤسسه محمد السادس اللي غيغطي جميع الحاجيات ديال الصحه. وشنو خصنا نقولوا الحمد لله غيكون دابا اللي كاين. سمحوا لي فين كنا وفين ولينا ونشوفوا هذه المده كيفاش كنا وكيفاش دابا صبحنا وتحسنا. واش مراكز ديال القرب فيهم نظام معلوماتي ماشي حفظه نوعيه؟ اذا كاينه واحد النواقص، كاين واحد التفاصيل اللي غنتجاوزوها جميع. شكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سحماني حان رئيسة جمعية زاد ناس المرأة والطفولة ورئيسة لجنة المرأة والطفل بالشبكة المغربية لحقوق الإنسان. اليوم كنا في المستشفى الجهوي في زيارة السيد وزير الصحة اللي كنا تطرقنا لعدة مشاكل اللي تعاني منها هذه الجهة، منها الاختلالات اللي كنعيشوا في المستشفى الجهوي، وهي الأدوية المتواجدة في الصيدلية ديال المستشفى الجهوي اللي كتخرج كتنباع مصحات خاصه، وكيجي هون المريض يعنف تنكتب له اوردونونس بادويه هي ملك الصيدليه الجهويه. تكلمنا عن هذا المشكل، بغينا الوزير يحل هذا المشكل عن هذا المواطن اللي كيجي في حاله مستعجله، خصوصا لمصلحه المستعجلات اللي هي غائبه تماما في هذه الجهه، غائب المسؤول عنها، غايبين يعني الاطر اللي كيجيروها، والمواطن كيعيش ياسر من المشاكل بسبب هذا التغييب ديال المستعجلات ديال المستشفى الجهوي. شكرا. السلام عليكم ورحمه الله. شرادي فاطمه الغاليه رئيسه الجمعيه النسائيه للتنميه المستدامه. كلامي اللي قلت للسيد الوزير كان واضح اننا هذا المندوب الجديد هو دكتور جديد على الجهه، وخاصه الدعم وخاصه التحفيز باش يحفز انهم تعاونوا الوزاره تعطيه دكاتره اختصاصيين، تعطيه اطر باش يعودوا رافدين هذه الجهه من المستشفى. هذو الدكاتره اللي تعطيه يعودوا اختصاصيين باش ما نتموا دائما في مشاكل مع الصحه. الصحه خاصها
هذا المندوب خاصو يندعم. ياك سمعتوا هو طبيب باغي يشتغل، باغي يعطي في هذه الجهه، باغي يعطي. هذا هو اللي نتمناو على انها وقلناه للوزير. معك نافع محجوبه رئيس جمعيه الواحه لحمايه الام والطفل. هذا المندوب كيف النجا وجا خدمته ذكيه واضحه وخادم جاي باقي يخدم باقي عدد شيء للجهه. يا قال احنا مشكلتنا هون خاصه التحفيزات لهذا ندور الوزير يحفز لنا هذو الدكاتره. يا كانوا يعودوا قاعدين عندنا فهمت، اذا ما حفزناهم عاد عندهم سكنهم عاد عندهم بلدهم هون معانا، ما هو لكن ما يجي فوت نهارات وقيه ماشي عنا. اذا عنا لابد انا من يحفزوا الدكاتره كان ما هنا وعندنا كانوا يسكنوا. اما المندوب من كيف انه جاي وراجل في المستوى هام ويشتغل ونرجعوا ان شاء الله فيه الخير، نتفائلوا فيه الخير ان شاء الله. معكم الاستاذه نوال رئيسه جمعيه مبادره اصدقاء الخير. احنا اليوم في استقبال السيد وزير الصحه والعداله الاجتماعيه. المهم اهم شيء احنا هضرنا فيه اليوم هو اننا عندنا واحد المشكل ديال النقل الصحي بمدينه داخله. كاينين اسعافات، كاينين بزاف ديال لي زومبيلونس، كاين بزاف، ولكن الاشكال فين كاين في الغازوال. يعني ملي تجي واحد حاله مستعجله خصنا نصيفطوها للداخل. ما كاينش هنايا واحد التخصصات خاص يمشي حتى للداخل باش يتعالج. دونك فاش يجي واحد مريض وتقول له خصك تمشي تجيب لي الغازوال هنا راه ما ولا يق. هذه من الناحيه الثانيه اللي تكلمنا عليها هي كذلك المشكل ديال الريم. بالنسبه ها هو كاين تخسرات عليه الملايير ديال الفلوس، ولكن في التكوين ديال الاطر اللي غيشرفوا عليه ما كاينيش. دونك هنا يعني تبدير ديال المال العام بالنسبه لنا حنا كمجتمع مدني تيبان لنا تبدير ديال المال العام. وكاين بزاف ديال يعني الوقائع اللي تنشوفوهم ونتمنى من الله يوفق الجميع ان شاء الله. السلام عليكم. هذه بركه بويطه رئيسة جمعيه المراه والطفل ومحافظه على التراث. نحن مشكلتنا هون مشكله واحده. انا هذا الطب الحمد لله فيه الدكاتره الزينين وفيه الاطباء وفيه الحمد لله في المستوى. نقطة واحدة الوحيدة هي اللي ندور عن الدكاترة هون، يجوا الدكاترة ويمشوا بهم السكن. مشكلتهم مشكلة السكن. لا بد من هذا، لا بد الوزير طالبين انه يعدل لهم السكن. هذا هو المشكلة. أموال هون فتبارك الله ما شاء الله الوقاية خارقة، كل شيء خالق. تعيط لهم في أي وقت تجبرهم وشكرا. ثاني مرقد